ايد قطحه يعني رقاق باللحمه. هو ده الكلام. شايفين صينيه الرقاق يا جماعه؟ هو ده الكلام. هو ده الكلام. شايفين صينيه الرقاق باللحمه تقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. وفيديو الرقاق زي ما انتم شايفين كده. الكلام ده يا جماعه، الكلام ده جامد قوي. هو ده الكلام. هتقدروا تعملوا صينيه الرقاق باللحمه في البيت بكل سهوله. طبعا عندنا مكعب من الزبده مع معلقتين من الزيت. طبعا ونزلنا بحبتين من البصل متوسطين الحجم كده، متقطعين سلطه كده او كريهات صغيره، قطع صغيره يعني زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه. ونزلنا بقى باللحمه بتاعتنا كده المفروم. تقدر تنزل بالكميه اللي انت عايزها. وبنقلب بقى تقليبه صغيره كده تاخد معانا 5 دقايق. نزلنا بقى برشه ملح. انا اللحمه البلدي يا جماعه بحبش اديها توابل كتير. رشه فلفل اسود صغيره، وحبه بلح جوز الطيب برده بشره صغيره كده، مش البلحه كلها، ربعها كده او اقل من ربعها شويه. وبنقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها. اللحمه خدت بالظبط ميكسيمم 7 دقايق ل 10 دقايق على النار. مش عايز انشفها، انا عايزها الميه اللي فيها موجوده فيها او الدهون اللي فيها تمام. هنا طبعا عندنا الشوربه بتاعتنا. كان عندنا شوربه كده، نبدا نبل بقى الرقاق بتاعنا كده بله شوربه صغيره، نسقيه زي صغيره ما نكترش يعني. طبعا وعندي جنبي هنا عامل ايه، 3 معالق من الزبده و3 معالق من السمنه وربع كوب من الحليب جنبي غير الشوربه دي يا جماعه. طبعا في البوله اللي جنبي كده هبدا اتمنها. طبعا عندي الصينيه مقاس 32. هنتنا بقى المكونات المارينيه اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الزبده واللبن والسمنه. هو ده اللي انا بتم منه ده يا جماعه. ده بيخلي الرقاق في حته تانية خالص، وبيخلي الرقاق يورق معايا. نبدا نرص بقى الرقاق بتاعي كده. طبعا الرقاق ده احنا عاملينه في البيت، والفيديو بتاعه منزله في الفيديو اللي فات يا جماعه. وانزلكم اللينك بتاعه في اول تعليق على الواتس او على على الفيس او على اليوتيوب. زي ما انتم شايفين كده بقى المارينيه بتاعنا ده زبده وسمنه ولبن او حليب يعني بمصر حليب. طبعا كده بدأ حطينا 4 طبقات من الرقاق بتاعنا. طبعا نبدا ننزل باللحمه اللي احنا معصجينها دي كده المستويه معانا، اللحمه المفروم. لحمه بلدي مش بحتاج احط عليها توابل كتير لانها فيها التيست بتاعها موجود. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه كده. وهننزل بالطبقه الثانيه زي ما انتم شايفين كده 4 طبقات. زي ما انتم شايفين الزبده يا جماعه مع السمنه مع اللبن، هو ده الوش بتاعنا. نبدا نقطع بقى قبل ما ندخل الفرن. نقطع بقى زي ما احنا عايزين. دي صينيه 32 يا جماعه. طبعا احنا زقينا الرقاق شوربه. طبعا هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه. صينيه الرقاق باللحمه بقى كل سنه وانتم طيبين. داخلين على العيد وعملنا صينيه الرقاق باللحمه في البيت. هتقدروا تعملوها وهتعملوا الرقاق كمان في البيت. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا طريقه عمل صينيه الرقاق باللحمه، والرقاق ذات نفسه في البيت هتعملوه. كل سنه وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك عليكم. الرقاق باللحمه في البيت بكل سهوله. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نخرج قطعه ونوريكم كده الجمال والحلاوه. ادخل عليها زوم كده. هو ده الكلام. هو ده الكلام. صينيه رقاق باللحمه في البيت تقدروا تعملوها. كل سنه وانتم طيبين. مستويه وتحفه. وهتقدروا تعملوا طريقه الرقاق في البيت. تابعوا الفيديو للاخر. شايفين التفاصيل؟ هي دي التفاصيل يا جماعه. هي دي التفاصيل. رقاق باللحمه في البيت بكل سهوله. تقدروا تعملوه. ومع الشيف محمود مفيش مستحيل. كل سنه وانتم طيبين. وعيد اضحى مبارك عليكم. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا طريقه الرقاق باللحمه في البيت بكل سهوله.